إذا كنت تريد تعمل أو تطبق هاي الفكرة أو تريد في باوربوينت لعمل عرض أو presentation في شغلك، تعال نعلمك كيف ممكن تعملها. مرحبا بكم في قناتي Learn with me 20 past 25. أول خطوة افتح برنامج باوربوينت، ثم قم بإدراج الشريحة جديدة فارغة، new slide blank slide، شريحة جديدة فارغة. بعدين انتقل إلى علامة تبويب إدراج insert، ثم انتقل إلى انقر على الأشكال shapes، واختار شكل الدائرة أو الشكل اللي انت تحب تستخدمه. قم تعديلها إلى حجم مناسب. في هذا المثال أنا أعدد أنواع المباني، لذلك نحتاج عدة دوائر. اختار الدائرة واضغط على Ctrl D لتكرار الدوائر حسب الحاجة. قم باختيار جميع الدوائر. قم تحديد حجم الخط داخل الدائرة حسب الرغبة، هنا فليكن 24 أو حسب رغبتك. ثم تقوم بإدخال المعلومات التي نريدها. هنا نكتب أسماء أنواع المباني. بعد ذلك قم بتكرار الشريحة بأكملها عن طريق نقر بزر ماوس الأيمن ثم على الصورة المصغرة للشريحة وتحديد تكرار الشريحة Duplicate Slide، ثم ننقر على الشريحة التي فوق ونقوم بتكرار الدائرة أخرى لغرض كتابة عنوان الموضوع. نحدد جميع الدوائر وننتقل على علامة تبويب Shape Format وننقر على محاذاة Align، ثم اختار Align Center واختار محاذاة المركز ومحاذاة الوسط Align Middle، ثم اختار الشريحة الثانية وانتقل إلى الانتقالات Transitions وطبق الإفكت مورف. اختار التأثير مورف. شغل عرض الشرائح لإظهار الانتقال. View Slide لإظهار الانتقال. إذا وجدت هذا الفيديو مفيد لا تنسى الاعجاب بالفيديو واشتراك في القناة لتصلك مزيد من الفيديوهات التعليمية عن كافة برامج الأوفيس.